لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في ناس في حياتنا من ضعف إيمانهم بالله بيتملوا قلوبهم بالحقد والغل، وبيعملوا حاجات أقرب للشرك بالله، زي مثلا الناس اللي بتروح للدجالين والسحرة علشان يأذوا ناس تانية. وده اللي حصل مع قصتنا النهاردة. القصة بتقول: أنا اسمي نهى، عمري 30 سنة، عايشة في قرية في محافظة القليوبية. كنت متجوزة من حوالي 3 سنين، وبسبب أعمال السحر والشعوذة حياتي اتدمرت. قصتي بدأت لما جالي عريس وكان مطلق، وطبعا علشان كان سن كبير واحنا في أرياف رضيت بيه واتجوزنا. جوزي كان متجوز واحدة قريبته، ربنا ما كرمهمش بالخلفة واتطلقوا، بس هي كانت بتحبه قوي. معرفتش كده غير بعد ما حصل اللي حصل لي. المهم اتجوزنا، وبعد سنة ربنا كرمني وحملت، بس للأسف حصل عندي نزيف شديد والجنين نزل. أكتر من 3 مرات أحمل ويجيلي نزيف واسقط. قلت لازم أروح للدكتور وأعرف إيه السبب. الدكتور قال لي: أنا مش شايف أي سبب على اللي بيحصل لك ده، نفسيتي تعبت جدا. قلت مفيش قدامي غير إني أروح لشيخ يمكن يعرف السبب. الشيخ أول ما دخلت عليه لقيته قام وقف وقال لي: اخرجي من عندي أحسن لي نتأذي كلنا. خفت قوي، وبالفعل خرجت من عنده. من ساعتها وحياتي اتقلبت لجحيم، كل يوم مشكلة مع جوزي، وخناقة توصل بيه الدرجة إن ممكن يضربني، مع إننا كنا بنحب بعض قوي. كل شيء اتغير من ساعة ما رحت للشيخ ده. الأمر وصل بينا إننا اتطلقنا، وكل واحد راح لحاله. المشكلة حتى بعد الطلاق بقت حياتي جحيم. بقيت بقوم من النوم مفزوعة من كتر الكوابيس، وبقيت بشوف ناس أنا بس اللي بشوفهم، وحاجات تانية كتير غريبة. وكنت بشوف حماتي بتحط حاجة في دولابي بس معرفش ايه هي. اهلي تعبوا معايا من كتر الشيوخ اللي جيهم عندنا البيت وما بيعملوش حاجة، لحد ما في يوم خالي جه عندنا البيت ومعاه 2. خالي دخل عليا الأوضة وقال لي: تعالي يا نهى، في ناس عايزين يشوفوكي. أول ما دخلت وقعدت حسيت بخوف جامد قوي ورعشة، وبعدها ما حسيتش بحاجة خالص. هنا بقى خالي اللي هيكمل حكايتي، لاني انا كنت غايبة عن الوعي ومعرفش ايه اللي حصل. نهى اول ما قعدت مع ال2 اللي كانوا معايا وبدأوا يتكلموا معاها لقيناها اغمى عليها، ولسه هنروح علشان نفوقها لقيناها صحيت فجأة، وعينيها كلها بقت بيضة، وصوتها اتغير بقى صوت راجل. الراجلين اللي معايا بقوا عمالين بيتكلموا معاها ويعرفوا منه مين هو. قال لهم: انا جان وبحبها قوي، ولبستها بسبب حماتها ام طليقها. كانت بتحط لها اعمال في هدومها علشان تخرب بيتها وتفرقها عن جوزها بالاتفاق مع طليقة جوزها، لانها قريبتها وكانت عاوزاهم يرجعوا لبعض تاني. فطلبوا منه انه يخرج من جسمها، مرضيش وقال لهم: انا بحميها من انها تعمل في نفسها حاجة وحشة ومش هسيبها. فضلوا يحاولوا معاه من العشاء لحد الفجر علشان يخرج من جسمها. الراجلين دول طلبوا مني اني اروح للمقابر علشان العمل مدفون هناك، وبالفعل رحنا كلنا. واول ما بدأنا نحفر سمعنا صوت صريخ عالي قوي. حفرنا لقينا العمل وجواه حتة من هدوم نهى، وخصال من شعرها، وقماش عليها بقع دم مكتوب عليها بلغة غريبة أول مرة أشوفها. مسكوا العمل ورشوا عليه مية كانت معاهم. بعدها بفترة نهى فاقت من حالة الإغماء وتحسنت حالتها الحمد لله. اللي حصل بعد كده أغرب من اللي حصل مع نهى. لقينا بطريقة جوزها وأمه بقى يحصل لهم نفس اللي كان بيحصل مع نهى وزيادة كمان. إنهم بقى يخرجوا بالليل من البيت لوحدهم، والناس يدوروا عليهم يلاقوهم في المقابر وعمالين يشيلوا تراب ويحطوا على راسهم. يسألوهم بتعملوا كده ليه؟ يقولوا لهم: ما نعرفش، في حاجة بتندع علينا في المقابر كل يوم وما نحسش بحاجة بعدها غير لما تيجوا تاخدونا. ولسه لحد دلوقتي تعبانين ومش عارفين يعملوا معاهم ايه. ادي اخرة اللي بيبعد عن ربنا ويروح للصحراء والمشعوذين علشان يأذوا غيرهم. انا الحمد لله بقيت كويسة وربنا رزقني براجل محترم،
وخلفت منه، وأنا دلوقتي معايا مريم ومحمد.